السلام عليكم الخوت. الدوار اللي مازال ما وصلاتو حتى شي ساعه حتى شي حاجه لحد الان. واد ازداد الطريق الوطنيه رقم 7. واد ازداد جماعه وارقان، راه كاين 12 دوار تما مازال ما وصلت حتى شي حاجه. راه كاينين الدواوير بزاف الخوت اللي مازال ما وصلهم حتى شي حاجه. بالنسبه للناس اللي كيسولوا شنو غيديو، تقدروا تديو ليكوش، الحليب للدراري الصغار، لي لانجيت او المساحات الفازقه. تقدروا تديو الملابس من تقيشرات من صبيبطات الا عندكم مستعملين، الا عندكم حويجات ديال وليداتكم صغار. بالنسبه للماكله حاولوا الله يخليكم تديو الحاجه اللي هي جاهزه، لان الناس مساكن كيف عارفين المعن ديالهم كاملين مشاو. فحاولوا تديو شي حاجه جاهزه، مثلا حاولوا تديو الطون، الحاجه اللي ما غتخسرش، يعني اللي غتصبر معاهم واحد المده. حاولوا تديو الحليب ليو اش دي، حاولوا تديو مثلا في عوض الخبز، كنعرفوا ان الخبز غادي يخسر، حاولوا تديو الفواكه المكسرات، العصائر هذوك المعلبه لانها كتطلع لي مسكر. ناس ما مساكن راه الله يكون في العون، في واحد الحاله يرثى لها فعلا. هكا الحويجات اللي ما غاديش يخسروا. اما بالنسبه للقطاني ولا داكشي راه ما عندهمش مساكن فاش غيطيبوه، راكم عارفينهم هما اصلا كينعسوا في الزنقه. حاولوا تديو اغطيه، حاولوا تديو بونجات ديال الارض، حاولوا تديو الخيم باش يتغطاو، حاولوا تديو يعني ادويه، مثلا الادويه ديال الضغط، الادويه ديال الغده الدرقيه، الادويه ديال السكر، الادويه ديال الجروح، المعقمات. حاولوا تديو التقيشرات للوليدات الصغار، الزيوفه للعيالات. حاولوا تديو بيجامات طوال لان الناس تما كي راكم عارفينهم كيلبسوا بيجامات طوال. هذا هو اللي مهم. الماء، يعني هاد الحوايج هادو كاملين مهمين، ونسال الله العافيه ليهم والله اجرهم في هاد المصيبه هذه ديالهم. الله يكون معاهم يا ربي. المهم انا كنحاول بزاف ديال الناس. دابا دخلت الفيسبوك لقيت واحد السيده كتسول انا شنو غندي. كيف قلت لكم حاولوا تفكروا في هاد الحوايج اللي هما الاهم. حويجات ديال الدراري الصغار، ليكوش ديال الدراري الصغار، الحليب للدراري الصغار. حاولوا لا عندكم هكا رضاضع او تشريوهم او تديوهم معكم، لانهم كاين اطفال رضع مساكن اللي تما ما لقاو ما يشربوا. يعني راكم عارفين ان ما معوجش وقعت الصاعقه، داكشي جا من عند الله الحمد لله. ولكن اللي بغى يعاون مهم. انا شحال الناس كيهضروا هكا، هذا هو المهم. وحاولوا تديو حويجات سخان، زويفات هكا تما مهمين، فيطات يستعملوهم الناس، لانكم راكم عارفين انسان يعني خارج هكا. الله 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 يكون في عوانهم يا ربي، الله يكون في عوانهم يا ربي، الله يكون في عوانهم. ولكن الناس اللي كيسولوا انا جاوبت على هذه القضيه هذه. المهم الله يكون في عوانهم الخوت والله يصبرهم يا ربي. انا صراحه وليت كنحبس البكيه بزاف، غير كندوي على هذا الموضوع كنتهز. يعني الله يرزقكم الصبر وصافي، هادشي اللي كنقول. الله يجعل ربي يعوض ليهم ما احسن، و الله يحميهم من البرد ومن التلج، حتى يوقفوا ليهم الخيام ديالهم لانهم ساكن. يا ربي تصبر، لانهم ساكن الناس كينعسوا في الزنقه، كاينين وليدات كيقفقفوا، كاينين شيوخ. يعني راه واخا كنحاول ما امكن نقصى حتى نعيا باش كنوصل المعلومه، ولكن راه يعني بنادم ما كتقدرش لانها خوتك، كتحس بيهم من دمك. واش فهمت؟ الله يجعل ربي يا ربي تصبر مساكن، الله يكون معاهم في هاد الشتا هادي وفي هاد البرد. لان اكيد بالليل كيف كيقولوا هما كيقولوا، سمعت واحد السيد كيهضر قالك اودي بالليل كتكون زخات مطريه خفيفه، يعني ماشي بزاف، ولكن راه الغطا اللي على ظهرهم كيفزق. وفي الصباح خصهم عاوتاني ينشروا، خاصهم فين ينشروا راكم عارفين. يعني كنتمنى الله للمحسنين اللي يسارعوا بالخيم. هي اكثر حاجه. كيف واحد السيد كيهضر كاينين بعض الدواوير اللي الحمد لله وصلتهم مساعده مزيان بالنسبه للمأكل والملبس وداكشي، ما نقصهم حتى شي حاجه. ولكن اللي باقي ناقصهم هما الخيام، يعني خاصهم فين يتستروا. كاينين الدوار اللي فيه عائلات كتار، بحال واحد الدوار فيه سمعت قبيله في الراديو انه فيه 25 عائله، يعني 25 كانوا كيف ما كنقولوا بالدارجه ديالنا حنا.
وعندهم واحد الخيام اللي هما قلال، يعني باقي محتاجين مساكن الخيام فين ينعسوا. راكم عارفين شحال من عائله مشرده، الله يكون في العون ديالهم. المهم كنتمنى انني نكون وصلت لكم المعلومه.